لو انت من الناس اللي كل ما تجيلها حصوه كلى تسمع نفس النصيحه اشرب ميه كتير، فانا عندي خبر ممكن يفاجئك. في ناس بتشرب ميه كويس جدا وبرضه الحصوات بترجع لهم تاني، لان الميه مهمه بس مش هي كل القصه. 8 نصايح هيفرقوا جدا معاك. اول حاجه طبعا الميه، لكن مش اي شرب وخلاص. الهدف ان البول يفضل لونه فاتح طول اليوم، وده معناه ان على الاقل من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. لو لونه اصفر غامق باستمرار فده معناه ان جسمك غالبا محتاج سوائل اكتر، وما تحبس البول فترات طويله. تاني حاجه مهمه جدا الليمون فيه ماده الستريت، ودي كانها الحارس الشخصي للكلى، بتمسك الكالسيوم في البول وتمنعه انه يتجمع ويعمل حصوات. علشان كده ممكن تضيف الليمون على الميه طول اليوم. تالت حاجه قلل الملح بقدر الامكان. كل ما زاد الصوديوم في الاكل زاد خروج الكالسيوم في البول، وبالتالي زادت فرصه تكوين الحصوات. المخللات، الشيبسي، الوجبات السريعه واللحوم المصنعه، المخبوزات من اكتر الحاجات اللي فيها صوديوم. قللوا صوديوم بقدر الامكان. رابع حاجه والناس بتغلط فيها دايما، ما تمنعش الكالسيوم من الاكل بحجه ان الحصوه فيها كالسيوم، وده خطأ شائع جدا. اللبن والزبادي والجبنه باعتدال. بالعكس، الكالسيوم الطبيعي اللي موجود في الاكل بيساعد انه يقلل امتصاص الاوكزاليت من الامعاء اللي هي اشهر انواع حصوات بتتكون. خامس حاجه، لو بتحب السبانخ والبنجر والمكسرات والشوكولاته الداكنه خلي بالك منهم، ما تاكلهمش كتير علشان دول مليانين بالاوكزاليت. سادس حاجه، ما تكترش في اللحوم الحمراء، بتزود لك حمض اليوريك وبتقلل الستريت في البول اللي هو البودي جارد، ودي مش احسن معادله للكلى. سابع حاجه، بلاش المشروبات الغازيه خاصه اللي فيها حمض الفوسفوريك، ودي موجوده في كل المشروبات تقريبا، بتزود الحصوات. تامن حاجه ودي ناس كتيره ما تعرفهاش، فيتامين سي بجرعات كبيره لفترات طويله هتزود تكوين اوكزاليت في الجسم وتزود تكوين الحصوه. وعلى سيره الادويه، في ادويه معروفه ان هي بتساعد في تكوين الحصوات، من اشهرها مدرات البول زي اللازكس. وفي نصيحة مهمة جدا، خلي بالك من الحصوة، احتفظ بيها لما تنزل وحللها، لان تحليل مكونات الحصوة ممكن يكشف لك السبب الحقيقي. مش كل الحصوات زي بعضها. يعني لو عايز تقلل فرصة رجوع الحصوات، مية كتير، ملح قليل، ليمون اكتر، بروتين باعتدال، وتقلل الاطعمة اللي فيها الاوكزاليت. مفيش مشروبات غازية خالص، لان علاج الحصوة ممكن ياخد اسابيع، انما وقايتك منها ممكن تبتدي النهاردة من اول كوباية مية تقدر تشربها. ودمتم في صحة وعافية.